رحلة مكونة من 3 أشخاص، واحد يهودي وواحد مسيحي وواحد مسلم، رايحين لبلد ما دخلهاش ولا دين قبل كده. كل واحد راح يجتهد ويبشر بدينه. دخلوا المدينة دي، وأول ما دخلوا مبنى كبير، مكتبة كان فيها ناس. فندهوا الناس كده، اليهودي بيقول لك: أنا ديني هو الدين الصحيح، وكتابي ده هو الكتاب الصحيح. طب اقرا، ابتدي اقرا لنا كده من الكتاب. أول حاجة: في البدء خلق الله السماوات والأرض. اقف، هو مين اللي كتب الكتاب ده؟ موسى. في ذكر الموسى انه كتب الكتاب ده من الأسفار؟ لا والله. طب اركن على جنب. تاني واحد المسيحي: انا بقول لك انا اللي كتابي مظبوط ومن عند الله، بس انا عندي 4 كتب، 4 اناجيل. يا سيدي نطول بالنا ونسمع. اول انجيل بيقول لك: في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله. اقف يا حبيبي، مين اللي كاتب الكتاب ده؟ ينسب لمين؟ يوحنا. مذكور في الكتاب ده ان يوحنا اللي كتبه؟ لا. طب اركن الانجيل ده على جنب. عندك واحد تاني؟ انا عندي لسه في 3. في انجيل تاني اسمه انجيل لوقا، ماليش دعوه بالاسم. بيقول لك: لما كان كثيرون قد اقدموا على تدوين قصه. انت هتبتديها لي بقصص؟ ما تقول لي الكتاب ده مين اللي كاتبه. انت مش بتقول ان الكتاب ده منسب للوقا؟ هل في كلام في الكتاب ده انه ينسب للوقا؟ لا. طب اركن ده معلش على جنب، واديني التالت. انجيل مرقس، ماشي. بيقول لك ايه؟ هذه بدايه انجيل يسوع المسيح ابن الله. هو انت هتكتب انساب؟ قول لي مين هو الله الاول، والكتاب ده مين اللي كاتبه. هل الكتاب ده مكتوب مرقس اللي كاتبه؟ لا. طب معلش اركنه. هات لي بقى اخر واحد، هو ده القضيه بتاعتك، ده اللي هيخليني ابقى مسيحي زيك. طيب قول: هذا سجل نسب يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم. هو انت مش في الكتاب التاني قلت يسوع ابن الله؟ دلوقتي بتقول يسوع ابن داود ابن ابراهيم. هو انت تسجيل تاريخي للاحداث؟ مين اللي كتب الحاجات دي؟ اللي كتب ده متى. مكتوب هنا؟ لا مش مكتوب. طب هو متى ده كان بيتكلم ايه؟ ارامي او عبري؟ طب الانجيل ده مكتوب ايه؟ باليوناني. معلش يا حبيبي، اركن ال4 اناجيل دول على جنب. اخر واحد عشان احنا ملناش طولة بال، المسلم. عندك حاجة هتضيفها ولا كتبك زيه؟ قال لك: لا، انا عندي كتاب واحد بس. طب ما تضيعش وقتنا وقول: اول ما تقرا الكتاب لازم تتطهر، تتوضى. ماشي، هقتنع بكلامك. بتقول ايه بقى في البداية؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان اللي هو سبب كل خطيئة في الارض؟ ايوه. انت كلامك يخش الدماغ. بتقول قبل ما تقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كمل: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني قبل ما تقول لي ولا نص من اللي انت هتقوله، بتثبت لي ان الكتاب ده منسوب لله الرحمن الرحيم، باسم الله الرحمن الرحيم. طب كمل الله يخليك. في مقدمة لازم تعرفها، هي ايه؟ الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. انت بتقول ان الله الرحمن الرحيم هو مالك يوم الدين، يعني هو اللي صاحب الدينونة، هو اللي هيستنانا في يوم القيامة ويحاسبنا. كمل كلامك كويس. اهدنا الصراط المستقيم. صراط مين بقى؟ استنى بس عليا. صراط الذين أنعمت عليهم. مين هم اللي هو أنعم عليهم الله؟ الأنبياء والرسل اللي أرسلهم وأتبعهم. هو ده السلوك والصراط والطريق المستقيم. 100 100. طب كمل بقى تاني كده: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. هو في مغضوب عليهم؟ اللي ما سمعوش وحرفوا وقتلوا الأنبياء. كمل الله يكرمك: ولا الضالين. لازم يبقى في ضالين مشوشين مش عارفين وصف الله ده عامل ازاي. هو واحد ولا هو 2 ولا هو 3 ولا هو جزء ولا هو عامل ايه؟ 3 ثالوث ولا واحد بس؟ هم دول الضالين. اللي هم مش عارفين يهتدوا للطريق. امين. طب بس انا لغايه دلوقتي ما اضمنش ان الكتاب ده ليه مصداقيه وموثوقيه. لا، الكتاب نفسه بيقول لك في الايه اللي بعديها: الف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. يعني ما تشكش فيه وانت بتسمعه وانت بتقراه. قلبي ابتديت اطمن. فيه هدى للمتقين. صدق الله العظيم. بس ابتدي بقى كمل لي الله عايز مننا ايه. ابتدي انا اسمع منك، لان واضح ان كتابك ده هو الكتاب القويم، هو الكتاب اللي ينسب لله.
انت كنت فين؟ كنت هتضيعنا ونسمع كلام المغضوب عليهم او نسمع كلام الضالين؟ اوعوا تسيبونا، لازم تدوروا علينا وتهدونا للطريق المستقيم. الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في اخر الحادثه اللي حصلت دي، او الموقعه اللي حصلت، او الحكايه اللي حصلت، هو الراجل واقف في مكتبه، فعارف ان الكتب دي لازم ما تفتح، قبل ما تفتح الكتاب لازم تعرف مين اللي كاتبه، عشان اعرف اقرا ده ولا اقرا ده ولا اقرا ده، اطمن الاتجاهات ده وارائه الفكريه، ولا اطمن الاتجاهات ده وارائه الفكريه. هل الراجل ده مضل؟ هل الراجل ده بيشيع الارهاب؟ هل الراجل ده بيهديني فعلا للطريق الصح؟ من هنا الراجل ائتمن المسلم على دينه وعاقبة امره.